الشيخ محمد رفعت طالب الأقباط بعودته للإذاعة واتبرع له مخرج ب10 جنيه. وإيه حكاية الزغطة اللي قضت على صوته ورحلته مع المرض الخطير والأيام الأخيرة في حياته، وأخيرا قرار من الحكومة بإزالة مقبرته لإنشاء محور مروري، وتفاصيل أخرى هنشوفها مع بعض في الفيديو. بس أولا بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، أما اللايك فده يرجع لحضراتكم. ونكمل حبايب. ولد الشيخ محمد رفعت في 9 مايو 1882، وافتتحت الإذاعة المصرية بصوته في مايو، وودع الدنيا في 9 مايو 1950. وبدأ الشيخ محمد رفعت قراءة القرآن الكريم لينفق على أهله بعد رحيل أبيه، وهو لا يزال في 9 من عمره، وعين في 15 من عمره قارئا بمسجد فاضل باشا في درب الجماميس بحي السيدة زينب، وظل 30 عام يرتل القرآن الكريم في هذا المكان دون تغيير. وبقرب افتتاح الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934 عرض سعيد لطفي باشا مستشار الإذاعة على الشيخ محمد رفعت أن يفتتحها، لكن رفض، لأنه كان يرى أن كلام الله لا يمكن أن ينقل ويذاع بجانب الأغاني اللي بتقدمها الإذاعة، بحسب ما جاء في جريدة المصري اليوم عام 2005. ومع إلحاح سعيد لطفي باشا اضطر الشيخ محمد رفعت إنه يروح للشيخ الصملوطي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وقال له إن بعد الإذاعة الأهلية أنشأوا إذاعة لاسلكية عايزين منه إن يقرأ فيها القرآن، لكنه بلغهم برفضه. فرد عليه الصملوطي إن قراية القرآن حلال في الإذاعة. ولم تسجل إذاعة القرآن الكريم شيئا للشيخ محمد رفعت، لذا عندما مرض لم تجد ما تذيعه بصوته. لكن زكريا مهران أحد عمد الأرياف كان بيعتز بصوت الشيخ رفعت، فكان بيسجل له كل اللي بيقدمه في الإذاعة، وحصل أبناء الشيخ على هذه التسجيلات منه ومن السيد خميس أحد التجار ومن بعض المستمعين، وبلغ عدد الأسطوانات اللي تحصلوا عليها حوالي 278 أسطوانة بمدة 21 ساعة. وقبل ما يصاب الشيخ رفعت بالزغطة ويتوقف صوته، توقف هو عن القراءة للإذاعة عام 1939، لأن سعيد لطفي باشا رفع أجر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي من 12 ل 14 جنيه في التلاوة الواحدة، ولم يرفع أجر الشيخ رفعت ليساويه به. وطبعا غضب الشيخ رفعت وتوقف عن القراءة، فكتب المستمعون للإذاعة، وكان من بينهم رسائل من مسيحيين يطلبون بسماع صوته وهو يقرأ سورة مريم. فعاد رفعت إلى الإذاعة بعد أن رفع أجره وأصيب بالسرطان عام 1942. وفي عام 1944 يوم الجمعة كان الشيخ محمد رفعت يقرأ في سورة الكهف: ولا مكان لقدم في مسجد فاضل، فانتابته نوبة الزغطة التي حاول مقاومتها وحاول الاستمرار في القراءة، لكن حبس صوته. واقترح الكاتب أحمد الصاوي أن يدشن اكتتابا شعبيا لعلاج الشيخ محمد رفعت، لكن عيلته رفضت، ووقتها أرسل المخرج السينمائي محمد كريم تبرعا ب10 جنيه، وأرسل لمجلة المصور خطابا بيقول فيه: بعد التحية اتأثرت وأنا أطالع في عدد المصور الأخير ما صار عليه حال الشيخ محمد رفعت ومسألة علاجه، فهل للمصور أن يتم جميله
ويقبل مني هذا المبلغ الصغير ليكون فتحة لتبرعات قرائه، مساعدة للقارئ الموهوب الذي طالما استمتعت إليه الملايين وهو يرتل كلام الله بصوته الملائكي فينزل على قلوبهم سلاما وهدى ورحمة. ولكم مني خالص الشكر. مرفق طيه 10 جنيهات. محمد كريم في 13/8/1949. وقالت هناء حفيدة الشيخ محمد رفعت إنهم تلقوا خطابا من محافظ القاهرة بشأن إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت. وأضافت حفيدة الشيخ محمد رفعت في تصريح خاص للمصراوي أن المقبرة تقع في مقابر السيدة نفيسة ضمن المقابر التي يتم إزالتها من أجل إنشاء محور صلاح سالم. ووضحت الحفيدة كان في مقابر تم إزالتها من قبل ولم يتم إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت، واعتقدت إن هم استثنوا المقبرة من الإزالة. قالت ده تاريخ وده تاريخنا، ووصلت كلامها وقالت فوجئنا اليوم بوصول خطاب بالإزالة من قبل المحافظ، وهذا أمر لا يليق بمكانة الشيخ محمد رفعت. شكرا حبايبي، حسن المتابعة واللايك بفكركم بيه. مع ألف سلامة حبايبي، مع السلامة.